بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي المتوقع ان شاء الله، اتوقع ان شاء الله انه يلعب بالشناوي، علي معلول، ومحمد عبد المنعم، ورامي ربيعه، ومحمد هاني. خط النص هيلعب بمروان عطيه وحمدي فتحي. هو بقى يجي هنا في المكان ده، هيلعب بالسوليه ولا الجندوزي ولا قفشه؟ اعتقد ان قفشه بقى بعيد عن الفرقه، يعني بقى له كذا ماتش ما بيلعبش اساسي. فاعتقد ان اللي هيلعب هو السوليه، لخبره طبعا السوليه وخبرته في الماتشات الكبيره طبعا. وان السوليه كمان بيمتاز بالتسديد، ممكن تفرق معانا ان شاء الله خصوصا ان في الاخر ماتش، اخر ماتش ما بين النادي الاهلي وما بين بيراميدز اللي انتهى في الدور الاولاني اللي انتهى 3-0، السوليه متسجل فيه هدف ومن شوطه. فربنا يكرم ان شاء الله. بالنسبه بقى لخط للهجوم، اتوقع انه يلعب ببيرسي تاو وكهربا. هو هيلعب بقى بعبد القادر ولا هيلعب حسين الشحات؟ هو بقى في كلام